نروح لإندونيسيا سنة 1986 وبالتحديد لواحد اسمه أحمد سورداجي. قام من نومه مخطوط بسبب حلم شافه، وقعد يحكي لمراته على اللي شافه في المنام. قال إنه شاف والده المتوفي ظهر في المنام وكان واقف في أرض زراعية، والأرض اللي حواليه كانت بتتحرك كأنها بتتنفس. وقال له عشان تبقى أعظم دجال في سومطرة وعشان يبقى عندك قوة لا تقهر لازم تشرب لعاب 70 امرأة. بس مش اللعاب بس، ده انت لازم تدوق الموت مع اللعاب، وبكده يكون عندك حياة أبدية. ومن وقتها أحمد سورداجي بدأ يفسر ويحلل الحلم بطريقته، وبدأ يخطط إزاي يبقى أعظم دجال في إندونيسيا. بس إزاي هيقدر يموت 70 امرأة؟ وإزاي هيتقبض عليه بعد الجثة 42؟ أنا اسمي يحيى، ودي قضية شيطان إندونيسيا. وقبل ما نبتدي ما تنساش اللايك الجامد بتاعك وتشترك معايا في القناة، ويلا بينا. اتولد أحمد سورداجي سنة 1949 في مدينة اسمها سومطرة، في قرية صغيرة في المدينة دي اسمها سمبير. كانت المنطقة دي وقتها عايشة تحت الاحتلال الهولندي، وعيلته كانت فقيرة جدا. أحمد كان طفل غريب عن صحابه اللي في سنه، وحتى كمان في طريقة تفكيره. وهو طفل كمان ما كانش تفكير طفل عادي، كان انطوائي وبيحب يقعد مع حاله كتير. بس كان عنده عادة غريبة، كان يقعد يصطاد الحشرات ويحبسها في أزايز ويقعد يتفرج على الحشرات دي لحد ما تموت. والدته كانت بتروح بيه للدجالين كتير عشان تقدر تعالجه من نوبات الغضب اللي بتجيله. كان بيقعد يكسر الأطباق بدون سبب، بيقعد يقطع هدومه، لدرجة انه في مرة وهو عنده 8 سنين قتل كل فراخ الجيران بحجر واحد بس، وكان المبرر بتاعه انه كان بيختبر قوته. فاقدر اقول لكم ان دي بداية جميلة جدا. لكن لما بقى عنده 16 سنة بدأ يظهر اهتمام غير طبيعي بعالم الارواح وبعالم الدجالين، وكان بيهرب من المدرسة ويروح للدجالين دول ويقعد يتعلم على ايديهم عشان يعرف يشتغل. كان بيقعد يتعلم منهم تقنيات التأمل، ازاي يتواصل مع الارواح وازاي يتعامل مع العلاج بالاعشاب والحاجات دي كلها. وفي الفترة اللي كان بيتعلم فيها السحر بدأ يدعي انه عنده احلام نبوية. حتى أهالي القرية قالوا إنه في مرة تنبأ بموت أحد من الشيوخ الكبار قبل 3 أيام من وفاته، وفي مرة من المرات كمان تنبأ بجفاف هيحصل في المنطقة الزراعية اللي حواليه. لكن التحقيقات بعد كده اكتشفت إن دي كانت صدف أو معلومات كان بيجمعها من الأهالي في السر. وفي سنة 1970 سورداجي اتجوز من واحدة اسمها توميني، بس جوازه من توميني كان غريب لأنه اتجوزها بعد شهر واحد بس من وفاة جوزها الأولاني. وانتشرت شائعات في القرية بتاعته بتقول إن هو استخدم السحر الأسود علشان يسرع من عملية موت زوجها المريض ده، بس مفيش حاجة من دي ثبتت عليه. بس الموضوع الأغرب هو العلاقة اللي بينه وبين أهل مراته، لأنه بعد ما اتجوز توميني بسنتين اتجوز أختها الصغيرة سوميارني. ومش بس كده، ده بعد 5 سنين كمان اتجوز أختهم التالتة سوكارني. الإخوات التلاتة عايشين على ذمة راجل واحد في بيت واحد، والتلاتة كانوا بيساعدوه في العيادة الروحانية بتاعته. والبيت اللي كانوا عايشين فيه كان مجمع سكني بسيط مكون من أكواخ من الخشب ووراهم حقل من القصب. كان الحقل ده واسع جدا. وفي شهر مارس سنة 1986 أحمد سورداجي حلم بأبوه، وقام من النوم مخضوض وقعد يحكي لمراتاته على اللي شافه في الحلم. وقال لهم إنه شاف والده واقف في أرض زراعية واسعة والأرض حواليه بتتحرك كأنها بتتنفس. وقال له عشان تبقى أعظم دكون في سومطرة ويبقى عندك قوة لا تقهر، والدكون ده اللي هو الدجال، لازم تشرب لعاب 70 امرأة. ومش اللعاب بس، ده انت كمان لازم تدوق الموت من بقهم، وبكده تقدر تعيش حياة أبدية. والحلم ده ما كانش مجرد كابوس وعدى، لأ، ده بقى هاجز على تفكير سورداجي، وبدأ يفسر الحلم بطريقته، واستنتج ان لازم يكون شرب اللعاب بعد الموت على طول، لان الروح بتسيب الجسم في اللحظة دي، واللعاب ده بيكون اخر حاجة بيطلع منها الروح. لكن سورداجي ما راحش يقتل على طول، ده قاعد يخطط لشهور وازاي هيقتل 70 امرأة، واختار حقل القصب اللي ورا بيته عشان بعيد عن الطريق الرئيسي اللي هينفذ فيه جرايمه. وبدأ يحفر حفرة تجريبية عشان يتأكد من العمق بتاعها، واشترى كمان سلك سميك وقعد يلفه حوالين ايده ويتدرب على شد السلك ده. وكان عنده معايير مهمة في اختيار الضحايا، ان المرأة لازم تكون غريبة عن المنطقة او محدش هيسأل عليها، ولازم المرأة دي تثق فيه ثقة عمياء، ويكون عندها مشكلة هي يائسة في حلها وبالتالي تلجأ له. وبعد شهرين بس وصلنا لأول ضحية.
في صيف سنة 1986 واحدة اسمها سيتي كان عندها 40 سنة، جت من قرية تانية بعيدة عن سمبير ب50 كيلومتر، وكانت بتعاني من العقم، فأصحابها نصحوها إن هي تروح للدكون سورداجي عشان يحل لها مشكلتها. وبالفعل سيتي وصلت لبيت سورداجي، وكان يوم جمعة الصبح، واستقبلها زوجاته بالقهوة والحلويات. وبعد كده سورداجي قعد يسمع لها ويسمع لمشكلتها، وبعد ما سمع قال لها إن مشكلتك بسيطة لكن علاجها صعب ومحتاج منك شجاعة جامدة. قال لها إن العلاج محتاج طقوس تنقية، ولازم الطقوس دي تتعمل في الحقل المقدس اللي ورا البيت، ولازم تدفن في الأرض لحد وسطها علشان الأرض تمتص الطاقة السلبية من جسمها. ووعدها إنه بعد ساعة بس من الطقوس دي هتقدر تحمل بشكل طبيعي. سيتي على طول صدقته وراحت معاه الحقل، وهناك حفر حفرة بعمق متر تقريبا، وطلب منها ان هي تنزل الحفرة. وبدأ سورداجي يقول تعويذ بلغة غريبة مش مفهومة، وفي نفس الوقت كان بيردمها بالتراب لحد ما بقى نص جسمها التحتاني مردوم بالكامل ومش قادرة تتحرك. وبعد ما اتأكد ان هي مش قادرة تتحرك قرب من ظهرها، وقام جاي مطلع السلك من جيبه، وقام جاي لفه حوالين رقبتها وابتدى يخنقها، وقعد يشد في السلك بقوة لحد ما ماتت في ايده. وبسرعة قرب منها وفتح بقها وقعد يشرب لعابها. وفي اعترافاته وصف ان طعم اللعاب ده لزج ومالح، بس كان بيديله قوة، ولما كان بيشرب لعاب كان بيحس بالقوة وهي ماشية في جسمه. وبعد ما خلص الطقوس بتاعته خلع هدومها اعتقادا منه ان الهدوم هتبطأ من عملية التحلل، ورمى جسمها بالكامل في الحفرة، ورفع ايده للسماء وقال ادي اول امرأة واتبقى 69. في سنة 1988 كانت الضحية رقم 7 بنت عندها 11 سنة. البنت دي كانت جاية مع والدتها كانت جاية له تطلب منه علاج روحاني عشان بنتها بتعاني من الكوابيس. وفي وقت الأم كانت مشغولة مع زوجات سورداجي، استغل سورداجي الموقف وخد البنت معاه للحقل بحجة إنها تجمع الأعشاب عشان يبتدي علاجها الروحاني. وفي لحظة سريعة قدر يخنق البنت ويقدر يشرب لعابها، ورجع البيت لوحده. ولما الأم سألته عن بنتها قال لها إن هي لسه في الحقل بتجمع الأعشاب بتاعتها. وبعد نص ساعة سورداجي خرج مع الأم، والأم اتصدمت باللي شافته، ولما لقت بنتها مرمية على الأرض ميتة قال لها أكيد الأرواح الشريرة هي اللي قتلت بنتك. المشكلة إن الأم البسيطة دي صدقته وكمان شكرته إن هو حاول يساعدها، ما كانتش تعرف إن هي بتكلم شيطان في صورة بشرية. وفي سنة 1992 كانت الضحية رقم 21 طالبة في الجامعة عندها 20 سنة اسمها ديوي، وجات لسورداجي عشان تطلب منه تعويذة حب عشان تخلي زميلها في الجامعة يقع في حبها ويتجوزها. بس سورداجي هنا لاحظ ان البنت ذكية وكان لازم يتعامل معاها بحذر، فقرر ان هو يمثل معاها مسرحية تبقى طويلة شوية، وعمل معاها جلسات روحانية لمدة اسبوع، وكان بيديها اعشاب تشربها كل يوم. وطبعا احنا عارفين ان الاعشاب دي مش بتعمل لها حاجة، لحد ما جه اليوم السابع، وهنا قال لها ان دي ليلة اكتمال القمر وده انسب وقت نعمل فيه الطقوس. كانت خطة في منتهى الذكاء والشيطنة، واخدها للحقل ودفنها زي ما عمل مع الضحية الاولى، وقعد يقول تعويذ ويحرق في بخور، والبنت كانت مصدقة كل كلمة بيقولها، ونفذ جريمته المعتادة. وقبل ما يشرب لعابها قال لها انت دلوقتي مع عالم الارواح، وهتلاقي حب اكبر من الحب اللي هتلاقيه في الدنيا. وفي سنة 1994 كانت الضحية رقم 33 واحدة حامل في الشهر السادس، جاية تطلب منه تعويذة عشان تحمي الجنين بتاعها من الحسد. ولما شاف بطنها منفوخة اعتقد ان ده هيزيد من قوة اللعاب، ونفذ نفس الطقوس اللي كان بيعملها. لكن لما كان بيخنقها الموضوع خد وقت اطول لان جسمها كان اتقل. ولما فتح بقها عشان يشرب اللعاب كان طعمه مختلف، الكلام ده على حسب اعترافاته. وفي الليلة دي شاف كابوس، شاف الجنين بتاع الست دي طلع من القبر وقعد يجري عليه، فقام من النوم مخضوض. ولكن بدل ما يوقف سلسلة القتل دي اعتبر ان دي اشارة ان قوته عمالة بتزيد وان طريقه قرب خلاص. وفي سنة 1996 واحدة من أكتر الجرائم اللي عملها جرأة كانت الضحية رقم 40 أخت زميله في المدرسة، جاله عشان يعالج أخته من الاكتئاب. وسورداجي كان عارف العيلة دي كويس، وكان عارف إن البنت دي لو اختفت أهلها هيسألوا عليها، ومع ذلك ما قدرش يقاوم الإغراء ونفذ نفس الأسلوب. وبالفعل بعد ما اختفت زميله بدأ يشك فيه، وجاله البيت أكتر من 3 مرات، لكن كل مرة سورداجي كان بينكر إن هي جات له تاني.
المشكلة إن سورداجي كان عنده ازدواجية في حياته بشكل غريب. كان عايش حياة عادية، بيربي مواشي، بيبيع ألبان في السوق وبيبيع لحم في السوق، وكان معروف عنه إن هو كان راجل طيب وبيساعد الفقراء. لكن الليل بالنسبة له كانت حياته التانية. كان بيخرج يطمن على الجثث والقبور، وكان بيتأكد إن الحيوانات ما حفرتش حوالين القبور دي. وعلى مر السنين ظهرت شكوك كتير جدا حواليه، لأن كان في عائلات بتسأل عن البنات، بس سورداجي كان ذكي جدا في ردوده، كأنه كان محضر إجابة لكل سؤال عن أي بنت. أحيانا كان بيقول إن الضحية هربت مع عشيقها، وبالذات مع البنات الشباب. أوقات بيقول إن هي راحت تشتغل في مدينة تانية، وأحيانا كان بيدعي إن الأرواح الشريرة أخدتها وإنه ما قدرش يحميها. بس المشكلة هنا إن الناس كانت بتصدقه، ده غير إن هم قعدوا يشكروه عشان هو حاول يساعدهم. في ابريل سنة 1997 واحدة اسمها سيري كمالا ديوي عندها 21 سنة، كانت دايما في مشاكل مع صاحبها، فكانت عايزة تعويذة حب تخليه يتجوزها. ودي كانت الضحية رقم 42 اللي كشفت جرائم سورداجي. سيري وقفت عربية ريكشا واللي كان بيسوقها واحد اسمه جونايدي، وطلبت منه انه يوديها عند الدكون سورداجي. وبعد ما وصلها قال لها استناكي، قالت له لا، والاحسن ليك انك ما تقولش لحد انك جبتني هنا. بس جونايدي ما نساش شكلها، وبعد 3 أيام سمع ان الشرطة لقت جثة لامرأة مجهولة في حقل قصب. جونايدي ما قدرش يمنع فضوله وراح يشوف مين الجثة دي، ولما راح ما قدرش يتعرف على الجثة، لكن المفاجأة انه لقى هدوم سيري كمالا. وبدون اي تفكير جونايدي راح على طول بلغ الشرطة، والشرطة لما تحروا عنها لقوها مفقودة بقالها 3 أيام. الشرطة طبعا راحت لبيت سورداجي، وسورداجي استقبلهم بكل هدوء. ولما سألوه تعرف واحدة اسمها سيري كمالا، قال لهم لا انا معرفهاش واول مرة يسمع الاسم ده. فالشرطة طلبت منه الاذن انها تفتش البيت، وفي أوضة نوم سورداجي لقوا فيه شنطة زرقاء نسائية، ولقوا جواها البطاقة بتاعت سيري كمالا وهدوم نسائية واسورة. ولما سألوه ايه ده، قال لهم ان دي حاجات تبع واحدة من زوجاته. فالشرطة كانت عاملة تحرياتها عنه قبل كده، وقالوا له ان زوجاتك 3 اخوات، توميني وسوميارني وسوكارني. وهنا سورداجي سكت وما عرفش يرد عليهم، فالشرطة اخدته للمركز على طول. والشرطة لما قعدت تستجوبه في المركز هناك، في البداية كان بينكر، لكن الأدلة كانت قوية جدا ضده. ومع الضغط المستمر من جانب الشرطة اعترف ان هو قتل سيري كمالا، ووراهم مكان الجثة في الحقل، ولقوا الجثة بتاعتها متحللة جزئيا. وفي نفس المكان هناك في الحقل الشرطة سألت سورداجي سؤال ما كانش يتوقعه، هل في جثث تانية؟ سورداجي رد بكل هدوء وقال لهم في جثث تانية كتير. بدأت عملية التنقيب عن الجثث، وسورداجي كان بيشاور لهم على الأماكن اللي كان دفن فيها الجثث دي. والعملية دي أخدت منهم 11 يوم، وقدروا يطلعوا 42 جثة ما بين نساء وبنات صغيرين. ده غير إن كان في بعض الجثث متحللة تحلل كامل، لدرجة إن اللي اتبقى من الجثة جمجمة بس ازاي هيتعرفوا على 42 ضحية؟ فاستخدموا تقنية التعرف على الجثث زي مقارنة الأسنان، وإنهم يقيسوا عظام الحوض عشان يعرفوا عمر الضحية والهدوم المقطعة. وقدروا إن هم يتعرفوا على 26 جثة من أصل 42، واتبقى 16 جثة مجهولين الهوية. الشرطة لما جت تحلل سيكولوجية سورداجي عن قتل الضحايا، سألوه كان بيحس بإيه وقت عملية الخنق دي. قال لهم في البداية إنه كان متوتر وإيده كانت بتترعش، بس بعد الضحية الثالثة أو الرابعة الموضوع بالنسبة له بقى عادي، كأنه بيذبح فرخة. طب وبالنسبة لشرب اللعاب، قال لهم إن والده أمره بكده في الحلم بتاعه، وإنه ياخد آخر حاجة من فم الميت. طب اشمعنى 70؟ قال لهم إن ده هو اللي شافه في الحلم، وإن رقم 70 ده هو رقم الكمال. طب هل كنت هتقف عند رقم 70؟ قال لهم مش عارف، بس لو كنت وصلت للرقم 70 كنت هبقى أقوى دكون في إندونيسيا كلها، مش في سومطرة بس. وفي 11 ديسمبر سنة 1997 سورداجي وقف قدام المحكمة مع لائحة اتهام مكونة من 363 صفحة. لائحة الاتهام دي بتضم تفاصيل ال 42 ضحية كلهم. ولما اتسأل سورداجي هو ليه مش ندمان، قال لهم الندم الوحيد انه هو ما قدرش يكمل ال70 ضحية. والأغرب كمان لما كان في المحكمة، والدة حد من الضحايا قامت في نص القاعة وقعدت تصرخ في وشه، وقعدت تسأله عن مكان بنتها، لكن سورداجي بصلها بكل برود
وقال لها إن بنتك في مكان أحسن دلوقتي، بنتك مكانها مع الأرواح. وفي 27 إبريل سنة 1998 كانت الجلسة الأخيرة لمحكمة سورداجي، والقاضي نطق الحكم بصوت عالي وقال: تقرر المحكمة إن المتهم أحمد سورداجي مذنب بارتكاب 42 جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، ويحكم عليه رميا بالرصاص حتى الموت. سورداجي لما سمع الحكم ده ما ظهرش عليه أي رد فعل، كأن اللي سمعه ده عادي جدا بالنسبة له. واتحكم كمان على زوجته الأولى توميني بالإعدام برضه، لكن بعد كده استأنفت واتحكم عليها بالسجن المؤبد. أما بالنسبة لإخواتها فاتحكم عليهم ب20 سنة علشان كانوا بيساعدوه في إخفاء الجثث دي. سورداجي قعد 10 سنين بعد الحكم في السجن، وفي مقابلة نادرة حصلت معاه قال إنه ندمان إنه خالف تعاليم دينه، وبيطلب من ربنا إن هو يسامحه، وبيطلب من الأهالي إن هم يسامحوه. وفي 10 يوليو 2008 اتعدم سورداجي رميا بالرصاص لحد ما مات. واتعملت مقبرة جماعية في مدينة ميدان مترقمة من 1 ل 42، وقصته بقت أيقونة في الثقافة الإندونيسية. ودي كانت قصة شيطان إندونيسيا، واحدة من أبشع جرائم القتل بدم بارد في قارة آسيا. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد بتاعك، وتشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو اتفرجت لحد هنا فشكرا جدا ليك عشان اتفرجت للآخر. سلام.